ازيكم؟ النهارده ميعادنا مع اخر يونت وهي يونت 5 الوحده الخامسه. تمام. ماشي. يونت 5 اسمها our world our resources. our world our resources يعني عالمنا ومواردنا. lesson 1 اسمه the gifts of nature. the gifts of nature يعني هدايا الطبيعه او عطايا الطبيعة. تمام، اللي هي الحاجات اللي موجودة في الطبيعة اللي ربنا عز وجل خلقها لنا عشان نستفيد بيها. natural resources اللي هي الموارد الطبيعية. natural resources الموارد الطبيعية. تمام، اللي هي زي ما قلنا موجودة في الطبيعة، ربنا خلقها لنا موجودة بشكل طبيعي. sunlight اللي هو ضوء الشمس، ونقدر برضو نقول sunshine. تمام. sunlight اللي هو ضوء الشمس. fossil fuel اللي هو وقود حفري. تمام. fossil يعني حفري، fuel يعني وقود. water اللي هي المية. طيب، وكلمة water ممكن تيجي برضو كفيرب بمعنى يروي أو يسقي. تمام، وتقدر تنطقها water أو water عادي. soil اللي هي التربة، وفي الأغلب بيكون مقصود بيها التربة الزراعية. تمام. soil minerals اللي هي المعادن، أو minerals بتتقال على الخامات اللي بتبقى موجودة في باطن الأرض تحت الأرض بشكل طبيعي. wind اللي هي الرياح. electricity اللي هي الكهرباء. electricity الكهرباء. تمام. cotton اللي هو القطن. cotton ماشي. jewelry اللي هي المجوهرات. jewelry. natural gas اللي هو الغاز الطبيعي. في كلمة gas ما بنقولهاش جاز زي العربي، بتنطق gas. natural gas. iron ما بنقولش iron، بنقول iron اللي هو الحديد. gold اللي هو الذهب. treasures اللي هي الكنوز. treasures كنوز. wet اللي هو القمح. copper. طيب، كوبر اللي هو معدن النحاس. copper. farming اللي هي الزراعة. طيب، وخلي بالك في الانجليش لما بنيجي ننطق الجي اللي في الاخر، طيب لو في قبلها ان في الاغلب ساعات ما بيتنطقش. في الامريكان اكسنت في الاغلب ساعات ما بيتنطقش. طيب، فبنقول farming على طول كأن الجي مش موجودة. تمام، بس عادي برضو لو نطقتها farming عادي برضو. daily lives ماشي، الحياة اليومية. ماشي. daily lives. fertile يعني خصب. oil company اللي هي شركة النفط أو شركة البترول، وأويل معناها زيت برضو. طيب، وبترول نقدر نقول عليه بترول برضو عادي، تقدر تقول عليه برضو بترول بالإنجلش. problems اللي هي إيه؟ مشاكل. nature اللي هي الطبيعة. desert اللي هي الصحراء. country اللي هي بلد أو دولة. secrets أسرار. fabric اللي هو القماش. ماشي. wise يعني شخص حكيم كصفة. delta region دلتا اللي هي الدلتا بتاعتنا في مصر. region يعني منطقة، تبقى الدلتا region على بعضها منطقة الدلتا. بعد كده عندي الverbs، عندي regular verb وعندي irregular verb.
الريجولار فيرب او الفعل المنتظم هو الفعل اللي انا بحط له دي او اي دي او اي اي دي عشان اخليه ماضي. يلا نبدا. نيم، ماشي، اللي هو يذكر اسم او يسمى كذا، الماضي بتاعها named. طيب واقدر بدل نيم اقول call كده وهتبقى الماضي بتاعها called. power 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 يزود بالطاقة كفيرب. باور برضو لوحدها مع الكنون معناها طاقة ومعناها قوة. الماضي بتاعها powered حاطط لها ed عشان آخرها consonant حرف ساكن. provide يمد، بيمد يعني بيوصل حاجة مثلا أو بيمد حاجة بحاجة. الماضي بتاعها provided حاطط لها دي بس عشان آخرها حرف E. contain يحتوي على، الماضي منها contained احتوى على، تمام، حاطط لها ed عشان آخرها consonant. talk بيتحدث، بيتكلم يعني، ماشي، الماضي منها talked حاطط لها ed عشان آخرها consonant حرف ساكن. بعد كده عندي الirregular الأفعال غير المنتظمة، دي يا إما الكلام ساعات بيفضل زي ما هو يا إما بتتغير. find يجد يعني بيلاقي يعني، الماضي منها found وجد خلاص، ماشي. know يعرف، تمام، الماضي منها knew عارف خلاص. grow ينمو، تمام، الماضي منها grew نما خلاص. give بيمد او بيزود او بيعطي، ماشي، الماضي منها gave مد او زود او اعطى. طيب بعد كده عندي expressions، تمام. work for بيعمل لدى او في حتة. good for جيد لكذا او صالح لكذا. that's right ده ايه؟ ده صح، ده صحيح. well done يعني احسنت، ممكن تسويها excellent. along the Nile مش على امتداد النيل، على امتداد نهر النيل او على طول نهر النيل. بعد كده عندي الword، بعد كده عندي الديفينيشن بتاعها، التعريف بتاعها، يعني بيقول لنا كل كلمة ايه المقصود منها. natural resources، طيب قال لي things from natural that help us live. طيب things from natural أشياء فين في الطبيعة. طيب that help us live بتساعدنا نعيش. fertile، ماشي، a land with rich soil to grow food. a land with rich soil to grow food هي أرض زراعية خصبة عشان نزرع فيها إيه؟ الأكل، تمام. a land with rich soil، ماشي، أرض يعني خصبة جدا، تمام، عشان نزرع فيها الأكل، صالحة عشان نزرع فيها الأكل. minerals crystals and metals like gold and copper هي قال لي المينرالز دي هي الخامات أو المعادن اللي بتبقى موجودة تحت الأرض زي البلورات ومعادن زي الذهب والنحاس وهكذا. electricity اللي هي ايه؟ الكهرباء. طيب قال لي the energy used to power homes and machines قال لي الطاقة المستخدمة عشان ايه؟ عشان نشغل الآلات والمنازل وهكذا. الكهرباء اللي انا مثلا بعمل بيها الفيديو، بعمل فيديو على اللابتوب مشغله عن طريق الكهرباء. طيب فدي electricity، تمام. cotton اللي هو القطن. A soft white plant that is used to make fabric اللي هو نبات ناعم وأبيض بيتعمل بيه إيه اللي قلناها في الفوكابولري؟ قال لي fabric القماش. بعد كده عندي main points on listening and reading texts. طيب عندي نقاط رئيسية على إيه؟ على نصوص الاستماع والقراءة اللي إحنا هنقرأها. يلا بينا. طيب التوبيك هنا الموضوع بتاعنا treasures of Egypt كنوز ايه؟ مصر، او الكنوز اللي فين؟ في مصر. things natural، طيب things اللي هي اشياء، natural اللي هي ايه؟
طبيعة. natural resources are things we find in natural. قال لي الموارد الطبيعية طيب هي حاجات احنا بنلاقيها فين؟ nature في الطبيعة. water resources ماشي. قال لي the Nile River is the most important water resource in Egypt. the Nile River ماشي. قال لي نهر النيل is the most important water resource in Egypt. هو أهم مصدر مائي في مصر. هو أهم مصدر مائي فين؟ في مصر. ماشي. foil ماشي. oil and natural gas are used to make foil and electricity. طيب قال لي البترول تمام والغاز الطبيعي بنستخدمهم عشان نعمل الوقود والكهرباء. iron minerals. Egypt has gold, iron and other minerals in the deserts. تمام. مصر عندها ذهب وحديد ومعادن تانية تمام في الصحراء. موجودين فين؟ في الصحراء. use wisely. طيب we must use natural resources wisely. طيب احنا لازم لابد ان احنا نستخدم المصادر الموارد الطبيعية بحكمة. يلا بينا نحل. choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار ايه الصح من A ولا B ولا C ولا D. ماشي. number 1 natural resources are things we find in الموارد الطبيعية هي حاجات احنا بنلاقيها فين؟ بنلاقيها water المية أكيد لأ. nature طبيعة mineral بنلاقيها في المعادن. لأ المعادن أصلا موجودة في الطبيعة. طيب electricity لأ electricity احنا بنعملها من الحاجات اللي بنلاقيها. طيب يبقى الإجابة هتبقى letter B natural resources are things we find in nature. number 2 the Nile River is the most important source in Egypt. the Nile River هو أهم مصدر في مصر؟ هو أهم مصدر wind للرياح أكيد لأ. oil للغاز أكيد لأ. أهم مصدر للسويل التربة أكيد لأ. أهم مصدر للwater للمية أكيد يبقى الإجابة هتبقى letter D water. number 3 natural gas is used to make الغاز الطبيعي بيتعمل بيه foil اللي هو الوقود طيب minerals معادن أكيد لأ. water أكيد لأ بيتعملش بيه مية. بيتعمل بيه sand رملة أكيد لأ. يبقى بيتعمل بيه foil ماشي. يبقى هي الإجابة هتبقى letter A. number 4 farmers grow to make bread. طيب المزارعين بيزرعوا عشان بيتعمل منه الخبز بيتعمل منه العيش. طيب بيزرعوا iron بيزرعوا حديد أكيد لأ. العيش ما بيتعملش من الحديد. ماشي. بيزرعوا wheat القمح أكيد لأن العيش بيتعمل من القمح. بيزرعوا sunlight أكيد لأ. تمام فعلا الزراعة بتحتاج sunlight بس هما ما بيزرعوش الsunlight. تمام. بيزرعوا oil أكيد لأ الأويل ما بتزرعش. يبقى الإجابة هتبقى letter B wet. number 5 this t-shirt is made of ماشي. أنا عايز أقول لك إن التيشيرت ده معمول من طيب معمول من oil أكيد لأ. إحنا ما بنعملش هدوم من من الزيت. طيب معمول من cotton إحنا بنعمل الهدوم من cotton. تمام. معمول من iron لأ ما بنعملش هدوم من الحديد. مش معمول من electricity لأ برضه ما بنعملش هدوم من الكهرباء. يبقى هو معمول من cotton. تبقى الإجابة letter B cotton. number 6 the land helps us grow crops. طيب بقى هي اللي بتساعدنا نزرع محاصيل. عايز اقول الارض الخصبة. تمام. تبقى the wooden الارض الخشبية اكيد لا. تمام.
wise الأرض الحكيمة أكيد لأ برضه. dry الأرض الجافة أكيد لأ، لأن أصلًا الجفاف مش هينفع يزرع لي لأن في جفاف. fertile تبقى الإجابة هتبقى letter D fertile. Number 7 we use to make jewelry. طيب إحنا بنستخدم إيه عشان نعمل مجوهرات؟ إحنا بتتعمل من إيه؟ من المعادن. تمام ماشي. minerals طيب fruits لأ ما بنعملش من الفاكهة إيه؟ مجوهرات. buildings من المباني أكيد لأ برضه. farms من المزارع أكيد لأ. تبقى الإجابة letter A minerals. Okay. Number 8 we must use natural resources. عايز أقول إن إحنا لازم نستعملها بحكمة. تمام. المفروض نستعملها بقى إيه؟ late أكيد لأ. بشكل متأخر لأ. quickly بسرعة لأ برضه. wisely بحكمة rarely بندرة أكيد لأ. تبقى الإجابة letter C wisely بحكمة. Number 9 sunlight is a natural ضوء الشمس هو عبارة عن إيه؟ عايز أقول مصدر طبيعي. هل هو material؟ لا ضوء الشمس مش خامة. تمام فمش خامة ملموسة فما ينفعش أقول إيه material. طيب resource مصدر أو مورد طبيعي طيب face وجه طبيعي mineral معدن أكيد لا. طيب بيبقى هو sunlight is a natural resource. طيب يبقى الإجابة هتبقى letter B. Number 10 ماشي is the energy used to power homes and factories. طيب هي طاقة بنستعملها في البيوت وفي المصانع. هي إيه؟ الكهرباء أكيد. طيب تبقى electricity ماشي. water أكيد لأ. تمام soil تربة أكيد لأ. wind رياح أكيد لأ. تبقى الإجابة هتبقى electricity letter A. بعد كده هندخل بقى على reading treasures of Egypt كنوز مصر. هو اللي مستر هاني and his students are discussing natural resources. طيب مستر هاني وطلابه بيتناقشوا تمام بخصوص ايه؟ الموارد الطبيعية. تمام ده مستر هاني. تمام good morning class today we will talk about natural resources. احنا النهاردة هنتكلم بخصوص الموارد الطبيعية. Do you know what natural resources are؟ هل انتوا عارفين ايه هي الموارد الطبيعية؟ رد عليه علي قال له yes they are things we find in natural like water and trees. طيب قال له ايوه هي الحاجات اللي احنا بنلاقيها في الطبيعة زي المية والاشجار. ماشي رد عليه مستر هاني قال له very good natural resources help us in our daily lives. Can you name a natural resource we can find in Egypt؟ قال له كويس جدا الموارد الطبيعية بتساعدنا في حياتنا اليومية. طيب قال له تقدر تقول لي اسم مورد تمام من اللي موجودين في مصر؟ ردت عليه منى قالت له the Nile River it provides water for drinking and farming. طيب قالت له نهر النيل تمام بيمدنا طيب بالمية تمام عشان نشرب وعشان الزراعة. طيب بعد كده مستر هاني رد عليه excellent the Nile is the most important water resource in Egypt. قال لها أيوة النيل فعلا هو أهم مصدر للمية فين أو أهم مورد للمية في مصر. What other treasures does Egypt have؟ طيب إيه برضو الكنوز التانية اللي مصر بتملكها؟ رد عليه علي وقال له We have oil and natural gas. My uncle works for an oil company. طيب قال له احنا عندنا بترول تمام ماشي وغاز طبيعي. قال له عمي بيشتغل في ايه؟ في شركة بترول شركة نفط. ماشي مستر هاني برضو رد عليهم That's right. Oil and natural gas are used to make fuel and electricity. What about farming؟ ماشي قال لهم صح. ماشي بنستخدم بقى
البترول والغاز الطبيعي عشان نعمل الوقود والكهرباء. تمام. ماشي. بعد كده سألهم طب وبالنسبة للزراعة؟ منى ردت عليه قالت له we grow cotton wheat and many kinds of fruit. قالت له احنا بنزرع قطن وقمح وانواع كتير من الفاكهة. برضه مستر هاني well done. The fertile land along the Nile and in the Delta region helps us grow food. طيب قال لهم فعلا الأراضي الخصبة على امتداد النيل والدلتا ومنطقة الدلتا بتساعدنا على إيه؟ إن إحنا نزرع الطعام الأكل. شعلي I read that Egypt has minerals to like gold. ماشي. قال له أنا برضو قريت إن مصر فيها معادن زي الذهب. رد عليه مستر هاني قال له That's right. Egypt's deserts contain gold, iron and other minerals as well. طيب قال له أيوه مصر فيها برضو إيه بتحتوي على ذهب وحديد ومعادن تانية برضو. ردت عليهم منى They are used to make jewelry, make buildings and help our country grow. طيب قالت له إنها بتستعمل عشان إيه؟ بيعملوا منها مجوهرات والمباني الحديد استخدموه عشان المباني. تمام. وعشان إيه؟ بيساعد بلدنا على النمو. فاهم لهم well done class. ماشي يعني إيه أحسنتوا.